السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هذه أبرز العناوين. الركراكي يعلنها ما غاديش نديو الكاس حيت حنا الرابعين في المونديال. وبقدرة تبادلية تبلغ 1500 ميجاوات، ربط كهربائي بين المغرب والجزائر. إليكم التفاصيل. الركراكي يعلنها صراحة ما غاديش نديو الكاس حيت حنا الرابعين في المونديال. بصراحته المعهودة تحدث الناخب الوطني وليد الركراكي عن توجه الأسود نحو الكوت ديفوار كمرشح أول للظفر باللقب القاري الذي غاب عن خزائن الجامعة لحوالي 48 سنة، محاولا في ذات الوقت إبعاد الضغط عن لاعبيه قبيل انطلاق العرس الإفريقي. فخلال إجابته عن أسئلة الصحفيين عقب تقديم اللائحة النهائية للمنتخب، شدد الركراكي على أن الإنجاز المغربي في قطر ببلوغه نصف نهائي المونديال وتربعه عرش المنتخبات الإفريقية حاليا لن يشفع للأسود إن هم أرادوا انتزاع اللقب. واعتبر وليد أنه منذ سنوات والمنتخب يدخل غمار كأس إفريقيا كمرشح للفوز بها، وهو ما لم يتحقق رغم تعاقب أجيال الذهبية، مضيفا اللاعبين ديما كيبغيو يفرحوا الشعب وغادي نمشيو باش نلعبوا الكرة ديالنا ونعطيو اللي في جهدنا. 20 عام ما وصلنا للفينال ومن 76 ما ربحناها، وإذا ما ديناهاش شنو غيطرى؟ غدوز عامين ونلعبوها في بلادنا ونديوها، والمهم دابا نمشيو بالثقة. بقدرة تبادلية تبلغ 1500 ميجاوات، ربط كهربائي بين المغرب والجزائر. شهد الإنتاج الكهربائي الوطني في الفترة ما بين 2010 و 2022 تطورا تصاعديا في استعمال الكربون بمعدل نمو سنوي بلغ 8.5، وفي المقابل سجل إنتاج الكهرباء انطلاقا من الغاز الطبيعي تراجعا بنسبة 11.5 في المتوسط السنوي خلال نفس السنة، مع انخفاض حاد ومهم بلغ 80.3% في الفترة ما بين 2021 و 2022. وحسب التقرير السنوي للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء الذي تم عرضه في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، فيعزى هذا التراجع إلى انتهاء عقد أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي في نهاية 2021 وإلى الأزمة العالمية التي عرفها قطاع الغاز الطبيعي. ولتلبية حاجات البلد في مجال تأمين التزويد، يضيف التقرير عمد المسؤولون إلى تكثيف إنتاج الوقود والغزوال. وبخصوص المبادلات المادية للطاقة الكهربائية بواسطة الروابط الكهربائية، يفيد تقرير الهيئة فترتبط الشبكة الكهربائية الوطنية بالشبكة الإسبانية بواسطة خطي ربط تبلغ سعتهما التبادلية 1400 ميجاوات. كما تتوفر المملكة على خطي ربط آخر مع الجزائر بقدرة تبادلية تبلغ 1500 ميجاوات.